ودلوقتي مع الفيديوهات اللي كلكم بتحبوها بس ماما ما بتحبهاش، فقرة ليها لازمة ولا ملهاش؟ ملهاش. طب هو انت شفتي ايه هي؟ اكيد انت جايب حاجه ملهاش، زي بتاعت البيض. بنقشر البيض تعمليها كده، نسلق البيض، مش عارفه. عندك حق. ماشي دول يا ماما ما كانش ليهم لازمة، ماشي انا معاكي في ده، يعني بلاستيكات، بس اكيد في حاجات تانية جبتها كان ليها لازمة. لمره واحده، ما كانت غزل البنات اسمه. عملنا مره او مرتين. صح. مش بس ما انت عشان ماما مش بتعملي لنا غزل البنات ليه؟ يا حبيبي بنشتريه كل شويه بنشتري، وطلع غزل البنات بتاع البيت الفنع كده. لا بس المرة دي ثانية واحدة، الجو مش حر قوي. صهد نار. لما بنروح البحر مش بنطلب حاجات ساقعة؟ بشرب ميه كميه كبيره. بالظبط، احنا بقى عايزين عصاير ساقعة، فانا جبت لك حاجة نعمل بيها عصير ساقع وجميل. اخدت بطيخه كانت عندي طعمها مش كويس، وعملتها انا جرانيتا بطيخ من غير المكنه دي. طب هو اصلا والله نضفت البطيخه. معلش ثانية واحدة، عايز اوريكم بس. بصي ده شكل المكنة يا جماعة. احنا جبنا اللي هي المكنة اسمها سلاشي ميكر، اللي هو اللي بتعمل السلاش زي الجرانيتا. طب انا عملت جرانيتا لوحدي من غير مكنه. اكيد مش هتطلع حلوه زي المكنه دي. والله كده انا الازازه عملتها اتشربت، انا شربتها. بصوا عامه ده اهو شكلها. هي لونها حلو. لونها حلو قوي. بص تصدق نفس نفس لون الثلاجه. عامه ده اهو شكلها. بيبقى فيها ده بتتفتح، بتحطوا هنا المفروض التايل، وهنا نشيل بس ازاي بنشيلها. انا شلتها فش اهو كده اهو. كده اهو بنشيلها، وبنحط هنا المفروض لحد هنا الفاكهه مثلا. العصير المفروض. معرفش هو انا مش فاهم ايه، بس يعني بصوا فاحنا هنجرب ونشوف هل ليها لازمه. هو يبتدي يلف كده زي ما بنشوف المكنه بتاعت الجرانيت عند الراجل. بجد؟ ايوه بيلف مره كده مره كده مره. طيب احنا هندخل نشطفها علشان نرجع معاكم ونشغلها ونشوفها مع بعض. هنحط ايه؟ بطيخ؟ هنشوف عندنا ايه. اوكي. ودلوقتي بقى هنعمل التجربه. هو المفروض يعني على حسب ما انا فهمت او عرفت بنحط العصير ده، عصير كريز كده لحد ايه هنا. ممكن هنا ممكن هنا. ما هو لا ممكن اكتر كمان، لان هو عامل ميديوم ولارج. أيوة. بصوا فيه احنا هنحط ايه؟ كوبايه كوبايتين. احنا حطينا كده. احنا كده عيارنا بتاع كوبايه. ايوه المفروض كوبايه. حطينا استني برضو اوريهم للناس، معرفش هو باين ولا لا عندكم. احنا اهو حطينا احنا في العيار اللي هو السمول ده العصير. خلاص المفروض بقى ايه بنحطها مكانه. هو بيقول لك ايه بتحطيها وبتدوسي لوك كده. عمل لوك؟ مش عارفه. كده عمل لوك. برافو. تلف فيها يعني. كده عمل لوك. اترفع اتعمل لوك. وهنا بقى نفتحها اهو. والمفروض بنحط التلج فوق. نحط بقى ايه التلج هنا. ماشي يا ماما. حطينا. هو المفروض نحط بقى تلج قد ايه؟ على الكوبايه. احنا هنحط تلج بقى ايه كتير كده ونشوف. كفايه. ثانية واحدة يا ماما هنشوف. افرضي هو عايز تلج كتير، المفروض هو اسمه جرانيتا. حطينا تلج كده ماشي. والمفروض بقى ده بيتقفل كويس. بنقفله ماشي. قفل كويس؟ لا. ايه ده؟ اهو اشتغل. الله اكبر. ده بص بيخلي ده العلامه دي زي بيخلي ايه. ده بيخلي التلج كبير، وده باين بيكسر التلج ايه صغير. فاهمين قصده؟ فاحنا نخلينا ايه في كده. المفروض هنسيبه لمده مثلا دقيقه، بعدين وبعدين نشوف ايه اللي حصل.
هو واقف لوحده ولا انت اللي وقفته؟ هو واقف لوحده بس انا مش فاهم واقف لوحده ليه. هل هو باظ؟ لا مش عارفه. هو واضح ان هو وقف خلاص. وقف هو خلاص. ثانية واحدة ممكن نزود. يعني هو خلص التلج. بصي بقى لغاية هنا. بس انا شايف لسه في تلجية، ممكن نزود طب تلجية كمان؟ عندنا هي بنحط اللي خلانا نعمل الدوشه دي كلها هنبخل في التلج. هو بقى عايزه تلج خالص، الكوبايه كلها تلج، هتحط كله تلج. فهمت ازاي؟ ماشي حلو كده. نرجع نقفله بقى تاني. هو بصوا لما بيتقفل يعني بيتعمل لوك يشتغل. طب والله حلو. بس انا مش عارف اقفله. مش محطوط. اهو. اوكي. اللوك كده. بكده اظن كده خلص التلج اهو. طب عايزين بقى ايه نفتحها ونشوف. ده اهو بصوا التلج بقى كله مجروش. طب ممكن مثلا هيكون حتى ميه ونعمل التلج مجروش مش كده؟ يعني ممكن؟ ايه؟ يعني انت عايزه ميه ساقعه مجروشه؟ مثلا او ممكن نحط عصير الليمون. طب تعالوا بس نشوف. ممكن ايوه انت ممكن تحطي تحت قصدك اللي هو الليمونات. ايوه ممكن طبعا. هو بيقول لك تحطي اي نوع عصير انت عايزاه. فاهمه قصدي؟ احنا بس لقينا عندنا العصير اللي هو بتاع ده. بصي بقى احنا لو حطينا العصير في الفريزر وبعد تلت ساعة نص ساعة هيبقى كله كده مجروش بجد والله. يعني من غير الهوسة دي أي حاجة هنحطها في الفريزر مدة معينة بعد كده بعملها بتبقى كده مجروشة. يعني مفيش داعي الدوشة اللي أنا شفتها دي وأقعد أغسل وأعمل. يعني ممكن أدوق. ادي شكل الكوباية اللي هو الجرانيتا. استني ادوق كده. ماما حلو. أكيد عصير حلو يعني. رأيك؟ رأيي إيه؟ العصير اللي هو اللي كان في الإزازة حاطينه هنا وحاطين تلج. رأيي التلج المكسور مجروش. حبيبي والله العظيم أي عصير نحطه في الفريزر لمدة تلت ساعة ويبتدي هيتجمد هيطلع كده من غير الهوسة دي كلها، والمية هكذا. يعني مش شايفة حاجة يعني حاجة مهمة أوي. بصي ماما أقول لك على حاجة. بصوا انتوا الشباب دلوقتي. لا ولا انتوا شباب ولا انتوا العيال ولا انتوا الجيل الجديد والجيل القديم وصراع الاجيال ده بتاع كل فيديو. لا مش قصدي. انا عايز اقول لك على حاجه. انا مقتنع برايك لان احنا فعلا ممكن نجيب التلج عادي جدا زي ما هو ونحطه حتى في الخلاط ونضربه هيدينا تلج مجروش فنحطه على العصير بقى سلاش. هو بص التلج في الخلاط وكده مش بيتكسر بالساهل. هو يعني المكنه دي كلها فكرتها الجهاز اللي هنا اللي هو بيكسر التلج اللي بيخليه مجروش. هي دي الفكره. ما بقولك ممكن يطلع مجروش من الفريزر. يعني في الوقت بدايه الفريزر لمده نص ساعه اي حاجه تحطها هتطلع بعدين مجروش. بص احنا ممكن نسيبه ديكور هنا جنب الثلاجه وهيبقى مدينه شكله حلو. تعالى بقى صور كام حاجه احنا بنشتريها كده. بس على العموم انا متفق معاك يا ماما. وبصراحه انا شايف ان الجهاز ملهوش لازمه. لو حد كان بيفكر عايز يجيب نفس الفكره دي لا ما يجيبهاش بصراحه. انا شايف ان تضييع الفلوس على الفاضي وملهاش لازمه بصراحه. انا متفق معاك في دي. خلاص بقى انا متفق معاك في دي. برافو بتكبر كده بحس ان انت بتكبر. يا رب الفيديو يعجبكم وقولوا لنا بقى هل انتوا شايفين ده ليه لازمه ولا ملهوش. برضه ممكن الناس يبقى ليها وجهه نظر مختلفه. فاهم؟ ممكن حد تاني يبقى شايف ان هو ليه لازمه. يعني انا عن نفسي شايف ان هو ملهوش فانا اتفق معاكي. اول مره هو نتفق على حاجه. بص في هوري لك انا جهاز طالما انت عايز كده مهم عندها. ماشي هنشوف المره الجايه بقى. اوكي.